علامات نهاية الزمان هيومن ترافيكينج، الإتجار بالبشر. أم طالعة بتعرض أطفالها وبتتكلم عن خصائص الحياة، وإن الابن بيعمل علاقة جنسية مع أخته، وإن الأب بيعمل علاقة جنسية مع بنته. علامات نهاية الزمان، كل ده من أجل التربح. هذه هي جريمة، جريمة إتجار بالبشر، جريمة شنعاء. الجشع والطمع وحب المال، محبة المال أصل كل الشرور. إيه اللي بيحصل ده؟ الضمير خلاص راح، الجشع انتشر، حب المال بقى كل شيء، بيعملوا أي حاجة، اللي تطلع عريانة واللي تطلع تعمل أي حاجة عشان الفلوس. الجهل انتشر. ايه اللي بيحصل ده؟ عليكي بالله عليكي وركزي كده، وكمان من ابوهم، لان ابوهم ما عندوش شخصيه خالص. بصوا يا جدعان، هقول لكم على كل اللي حصل. انت نفسك وانت بتتفرجي على الفيديو هتتصدمي، هيجيلك صدمه السنين، وهم يستاهلوا ان انا اقول كده الصراحه، لان هم الاثنين جم عليا قوي، هو وابوهم، لان ابوهم مقويهم قوي قوي. بصوا يا جدعان، انا مش عارفه اجيبها لكم ازاي والكلام دوت. انا كنا قاعدين في البيت القديم اللي هناك، البيت القديم اللي هناك، كان العيال كلهم نايمين في اوضه واحده زي ما انتم عارفين. كنت جايبه جايبه 4 سراير، كل 2 في سرير والكلام دوت. فمره كنت نايمه برضع الولي، قاعده عيال في اوضتي وكده اهوت. جيت قايمه في وقت العصاري، دخلت الاوضه، لقيت شفت محمد ابني في موقف زباله مع اخته. انا مش عاوزه اوضح، يعني في موقف مش كويس مع اخته، في علاقه بينه وبين اخته، ماشي، هي نايمه وفي علاقه بينه وبين اخته. فانا شفت الموقف ده، رحت لطمه على وشي ورحت مصحيه باباهم والمصحف يا جدعان، اقسم بالله اقسم بالله على عينيا ده حصل، ماشي، ده حصل اقسم بالله. بتقولي كده ليه يا ام زياد؟ عشان باباهم طالع بيقول عليا كلام مش كويس، بيقول لي انت بتعملي حاجات ما اعرفش ايه وكلام مش كويس. فانا لازم ارد اللي انا شفته، وكاتماه في قلب امي وساكته، ماشي. فيعني المفروض انت امهم قالت لك شفت حاجه مش كويسه على العيال، تقوم تربيهم وتعاقب عيالك. خلصنا من الموضوع دوت. واحد بيعمل حاجه مش كويسه مع اخته، يعني المفروض انت تربيه، تموته، تعمله، تروح فيه في داهيه، بس تربيه. خلصنا من الموضوع ده. جينا سكننا في الشقه بتاعتي ديت، قعدنا ايام، كنت بس ساعات كتير بسمع الباب بتاع اوضه العيال بيتفتح وفي اصوات غريبه جوه، باجي افتح بلاقيه خارج من اوضه العيال بيطلع يجري يخش اوضته. مره على مره جت هي قالت لي يا ماما شفتي ايه؟ كنا نايمين وماما كانت نايمه، انا عايز ادخل في الاوضه بتاعتها. بتقول لي يا ماما بس ساعات بصحى من النوم بلاقيه نايم فوق اختي ومش لابس هدومه، حاجات غريبه. ونفس الكلام زياد شفتوا ايه؟ قولي يا زياد ما تتكسفش يا بابا. هما جم بيقولوا لي عادي، انا شفت الموقف في البيت القديم وقلت خلاص احنا جينا في الشقه ديت والدنيا خلاص هديت ويا ابني اتربى والكلام ده وخلاص اوكي يا ماما وما اعرفش ايه. فدي جت قالت لي وده جه قال لي، طب انا واجه ولا اقول ايه؟ اتكلمت الاب مش مصدق، الاب شايل ايده بطريقه رهيبه، يقول لي انت ازاي بتقولي كده على عيالي والكلام ده. طبعا يا جدعان انا شايله حمل عليا. Child endangerment، تعريض حياة الطفل إلى الخطر، بتعرض حياة الأطفال للخطر. الجهل مسيطر على العقول، بتعرض حياة الطفل. ازاي الطفل يقابل المجتمع؟ ازاي الطفل يقابل اصحابه؟ الطفل ده لما يكبر هو مستقبل المجتمع. ازاي هيواجه ان كل واحد هيبص له يقول له انت نمت مع اختك؟ ازاي هيقابل الطفلة الصغيرة ويقول لها كده الاطفال اللي في سنها؟ وحتى لما تكبر هيقولوا لها كده انت نمتي مع اخوكي. انت كده بتعري الاطفال للمجتمع، بتهدي حياة الطفل عشان عندك مشاكل مع جوزك، بتعرضي حياة الطفل للخطر، بتطلعي خصوصيات الاطفال والاسرة الى العالم كله عشان الجهل اللي مسيطر على عقلك، وعايزة بس الفلوس وعايزة بس المال. الجهل يا بشر. زنا المحارم بتتكلم عنه بعلانية امام الجميع، ما بتعتبرش ان دول اطفالها، ده بالعكس ده بتنتقم من اطفالها، بتنتقم من اطفالها، بتفضح اطفالها امام العامة. بتعمل كده defamation of children، بتشهر بالطفل امام العامة من اجل التربح. يبقى اذا هذه الشخصية هي شخصية مريضة، لا تبالي باطفالها ولا تبالي بحياة اسرتها، ولكن تبالي بشيء واحد فقط، اوحد وحيد، وهو المال اللي مسيطر على عقلها. اذا شخصية مريضة، وهذه هي جريمة يجب ان يعاقب عليها القانون.
القانون. انت عملتي جريمة شنعاء، مش في حق نفسك، في حق الأطفال، في حق المجتمع. ايه ذنب المجتمع؟ ايه ذنب المجتمع المصري يسمع واحدة زيك؟ يعني بتدعو لإيه حضرتك؟ بتدعو ان كل طفل ينام مع اخته؟ ينام مع اخته؟ كل طفل ينام مع اخته؟ كل اب ينام مع بنته؟ يا جهلة يا جهلة يا جهلة، بتدعو لايه؟ انت بتدعو لايه؟ انت بتدعو لايه؟ عايزه تقول ايه للمجتمع المصري؟ المجتمع المصري طلع مثقفات، سيدات محترمات، اساتذه جامعات، وايضا ناس بتشرف مصر في الخارج. سيدات مصر مش كده، سيدات مصر مش كده. وطالب بان يقبض عليها، يتم القبض عليها، وبلاغ يقدم الى سياده النائب العام داخل جمهوريه مصر العربيه. مصر جابت سيدات فضليات، سيدات يتكلم عنها العالم، لكن انت بتسيئي الى سمعة مصر في الداخل والخارج، وطالب بالقبض عليها. هذه المرأة الشنعاء التي تسيء الى سمعة مصر وحضارة مصر. ايه خلاص، الفلوس عمكوا، تعملوا اي حاجة عشان تجيبوا المال. ارجعوا لله وتوبوا لله، واعرفوا ان في واحد اوحد وحيد فوق، هو اللي بيتفرج وهو اللي بيشاهد على كل حاجة. وصلنا لهذه المسخرة انك تتجرب اطفالك من اجل المال. ليه؟ ارجعوا توبوا لله، فوق يا بشر. انا البروفيسور، انا مش بعلم لغة، انا بعلم حياة.